ماشي بصنعاء شارع حدي جنب مركز الكميم وعم احكي على التليفون، شفت شي لفت لي نظري، وقفني بأرضي وأوالي بصري. سيخ شاورما كأنه تمثال أثري، وقلت لفوت على المحل ودوق هالشاورما وأحيي أملي. هات لشوف دوقنا هالشاورما. ابشر لعيونك. وبلش يقصن هالسيخ وحسيت حالي مو واقف على الأرض، واقف بالمريخ. وزوزالي هالسندويشة بالثوم المخلل، ومن فوق الشاورما رشة دبس رمان خفيفة. لف السندويشة وسقها ولدعها، وهي الحركة كتير ظريفة وحسيت حالي إني بسوريا. هات لشوف. شو اسمه هذا المطعم؟ مطعم سوريا. شلون لقيت الطعم ابن الشام؟ عندك غلطة واحدة بس. شو هي؟ انك ما عملت لي واحدة ثانية. وبمطعم سوريا مو بس الشاورما موجودة، حتى الفلافل بنكهتها السورية. وشوف لي هلا راسه هي عم تغلي بالزيت وريحتها ملت الشارع، وقررت اخذ معي على البيت. ويا سلام على السندويشة يلي بتعدلك مرقك وبتنسيك هالعيشة بنكهتها السورية. سندويشة واحدة ما بتكفي، لازم تاخذ تنتين، مو مشان شي مشان صحتك. كان معكم ابن الشام، وين ما وين مطعم سوريا، العنوان شارع حدا جوار مركز الكميم عند جولة مجاهد. وحياكم الله.